أنا هو الذي تحت السماء، الذي تشرق الشمس من أجله. إنني أتيت كي أحكم الأرض بكل قواي، لأحمي الحق وأحفظ الأمان لشعبي. إله الأرض والسماء هو الذي يسير معي ويمنحني القوة التي لا تقهر. الحضارة المصرية هي أعظم حضارة في التاريخ، الحضارة اللي وصلتنا بعلم كبير جدا زي الطب والفلك والهندسة وغيرها من العلوم. كل الأحداث اللي وصلتنا بالحضارة دي كان عن طريق التسجيلات التاريخية اللي سابها لنا المصري القديم. كلنا عارفين ان التاريخ بدأ يتسجل مع اختراع الكتابة من حوالي 3100 سنة قبل الميلاد. طب قبل اختراع الكتابة بقى كان في ايه؟ احنا معرفناش حاجة عن الحضارة المصرية غير لما شامبليون فكنا الرموز الهيروغليفية وقدرنا ان احنا نقرأ بس. لكن في عصر ما قبل التاريخ، وده موضوع حلقتنا النهاردة، ما كانش فيه اصلا كتابة علشان يسجل لنا المصري حياته اليومية. ما كانش فيه حاجة بتوصلنا بالعصر ده، وحتى كل الآثار اللي لقيناها بتعود للعصر ده ما كانش طبعا عليها أي كتابات. احنا رغم كده ما وصلناش برضو لبعض الهوامش البسيطة على العصور التاريخية، لأن الحضارة المصرية دي حضارة كبيرة جدا ومليانة بالأسرار والخفايا اللي ما زالت وهتزال حاجات كتير مش مكشوفة لينا. نيجي بقى نتكلم عن عصر ما قبل التاريخ. في الوقت ده الإنسان كان عايش حياة بدائية جدا، وعايش على صيد الحيوانات وجمع الثمار، وكان بيستخدم أدوات بسيطة جدا من الحجر زي السكاكين والمطارق، وكان بيعيش على ضفاف النيل أو في الكهوف، لأن النيل كان مصدر المياه الأساسي. طبعا في الفترة دي مصر ما كانتش شكلها الجغرافي زي دلوقتي، يعني الصحرتين اللي موجودين دلوقتي في مصر ما كانوش موجودين في الفترة دي، كانت كلها أراضي زراعية ومليانة بالخضرة، والنيل ما كانش على شكله الجغرافي اللي موجود بيه حاليا. كان في تفرعات كتير من النيل في جميع أنحاء مصر. وكمان من الحاجات اللي وصلتنا بحياة الإنسان في الوقت ده هي النقوش اللي موجودة على الصخور والكهوف في أماكن زي الصحراء الغربية. وأقدم وأشهر الكهوف اللي عليها نقوش بتوضح حياة الإنسان القديم هو كهف السبوع اللي موجود بالقرب من وادي السبوع جنوب مصر. الكهف ده عليه نقوش بتصور الحيوانات البرية اللي كانت موجودة في المنطقة ده. النقوش دي كانت بتدي فكرة عن مهارة الإنسان المصري القديم وتطور مهارته في الفن والرسم، وكانت بتظهر بداية التفكير الفني والروحي عن الإنسان المصري القديم. تاني عصر معانا هو العصر الحجري الوسيط. في العصر ده الناس بدأوا يتعلموا أكتر عن الزراعة، ودي كانت خطوة كبيرة نحو بناء حضارة مستقرة، وأدواتهم الحجرية بقت أكتر تطور وأصغر حجم، وده عرفناه من الحاجات اللي لقيناها في العصر ده. الإنسان في الفترة دي ما كانش مستقر تماما، وده بسبب طبيعة الاقتصاد. الإنسان كان بيعتمد على الصيد وجمع الثمار، والحيوانات البرية كانت بتهاجر من مكان لمكان، بالتالي الإنسان كان محتاج إن هو يتحرك وراها علشان يوفر أكله، وكمان بسبب التغيرات المناخية زي فترات الجفاف والمطر الشديد. نيجي لتالت عصر معانا وهو العصر الحجري الحديث. الإنسان بدأ يتجه من حياة الصيد للاستقرار، وظهر تطور كبير في أدوات الزراعة، والإنسان بدأ يتعلم زراعة الحبوب زي القمح والشعير. ومن هنا بدأ الإنسان نشأة القرى الصغيرة المصنوعة من الطين، وظهرت كمان صناعة الفخار لتخزين المياه والحبوب، وظهر التبادل بين الناس، وكمان بدأ انه يظهر شيخ البلد او شيخ القرية. العلماء وجدوا بقايا عظام حيوانات ومساكن بسيطة مصنوعة من الطين،
وكمان أدوات ري بدائية في مناطق زي منطقة البداري اللي موجودة في أسيوط. وبعدين يجي معانا العصر الأخير في عصور ما قبل التاريخ، هو العصر الأهم اللي يسمى بالعصر النحاسي أو العصر المعدني. اتسمى كده لأن الإنسان اكتشف النحاس في الوقت ده وبدأ يستخدمه بجانب الأدوات الحجرية. النحاس كان أول معدن يكتشفه الإنسان، وده بسبب سهولة العثور عليه لأنه موجود بشكل طبيعي في الصخور، وده سهل على الإنسان اكتشافه خلال تفاعله مع البيئة. العصر ده بيعتبر مرحلة انتقالية بينه وبين عصر بداية الأسرات اللي شهدت فيه مصر توحيد ذي القطرين وبقت مملكة واحدة. كمان ظهر في العصر ده التجارة بين مصر وبلاد الشام والنوبة، وبدأت توسعات كروية أكتر. ومن هنا هنقسم العصر لأربع مراحل، أولهم وأقدمهم هي حضارة البداري الموجودة في منطقة البداري في أسيوط. الحضارة التانية معانا هي حضارة نقادة الأولى اللي موجودة في منطقة نقادة في قنا، وكانت برضو من أوائل الحضارات بعد البداري اللي استقروا وزرعوا الأرض. ما فيهاش اختلاف كبير عن حضارة البداري في الزراعة، لكن الفخار كان مميز في الفترة دي لأنه كان متزين من الخارج بأشكال هندسية لحيوانات وطيور. والمميز كمان في الفترة دي إن ظهر فيها بداية الممارسات الجنائزية والمعتقدات الدينية للموتى. الناس كانوا بيدفنوا موتاهم في مقابر بسيطة على أطراف القرية، والجثث كانت بتوضع في وضع القرفساء. اللي ما يعرفش وضع القرفساء ده وهو إن رجل المتوفي تكون متنية عند الركبتين ومضمومة للصدر، والإيد تكون قريبة من الوجه أو مضمومة على الصدر، والجسم بيكون موضوع على الجانب الأيسر، وفي الغالب الراس بتبقى موجهة اتجاه الجنوب. ويعتقد إنهم كانوا بيدفنوا بالطريقة دي لأنه بيرمز لأعياد الميلاد، لأن الجسم بيكون بيشبه وضع الجنين داخل رحم الأم. وبرضو في آراء بتقول إنهم كانوا بيدفنوا كده عشان سهولة الدفن مش أكتر، لكن مفيش إثباتات يعني على الكلام ده. نيجي للحضارة التالتة معانا وهي حضارة نقادة التانية. الحضارة دي كانت أكتر تطور من نقادة الأولى، نشأت في صعيد مصر في مواقع مختلفة زي جرزة وطرخان في الشمال والنوبة في الجنوب. تميزت الحضارة بزراعة النباتات الزيتية زي الكتان، وشهدت كمان تكون زعامات وقيادات سياسية اللي بتعرف بمصطلح الأسرة صفرين. ومن أشهر ملوك الأسرة دي الملك العقرب الأول والملك الصقر والملك الفيل. آخر حضارة معانا هي حضارة نقادة التالتة، ودي كانت الفترة اللي سبقت عصر التأسيس، وسميت باسم الأسرة صفر. وما كانش ملوكها معروفين قوي، لكن كان جدير بالذكر ان من ملوكها هو الملك العقرب الثاني والملك مينا. وفي بعض الآراء بتقول ان عقرب الثاني ده هو نفسه الملك مينا، لكن مفيش اثباتات برضو على الكلام ده. وايوه يا جماعة، في بعض الآراء كمان بتقول ان الملك مينا عصر الأسرتين، وانه يبقى اخر ملوك الأسرة صفر واول ملوك الأسرة الأولى. في الفترة دي كانت مصر مقسمة لمملكتين زي ما كلنا عارفين، مملكة في الشمال ومملكة في الجنوب، مصر العليا ومصر السفلى. اللي في الشمال كانت مقسمة لجهتين، الجهة الأولى كانت بتسمى عنجد وبتوجد بالقرب من سمنود في محافظة الغربية، أما التانية كانت موجودة في غرب الدلتا وكانت عاصمتها في موقع في مدينة دمنهور، وكان الإله حورس رمزا لهذا الإقليم. وبعدها توحدوا وبقوا مملكة واحدة وهي مملكة الشمال، وأخذوا منطقة صاء الحجر عاصمة ليهم، وكانت الإلهة نبت إلهة للشمال، وكان زعيمها واخد التاج الأحمر، وكانت النحلة شعار المملكة. أما في الجنوب في الوجه القبلي توحدت كل أقاليم صعيد مصر،
واتخذوا مدينة نوبت اللي حاليا تبقى مدينة طوخ في محافظة قنا عاصمة ليهم. وفي آراء بتقول إن حصل محاولات كتير لتوحيد المملكتين، لكنها ما استمرتش كتير وانفصلت تاني بعدها على طول. وبعد كل محاولة توحيد فاشلة كانت بتتغير العاصمة، وفي المحاولة الأخيرة كانت مملكة الشمال أخذ قرية بوتو تل الفراعنة بكفر الشيخ عاصمة ليها، والإله حورس إلها ليها، والنحلة شعار المملكة، وكانت الإله الحامية هي الإله واجد اللي بتاخد شكل تعبان الكبرى، لغاية ما جه الملك نعرمر ووحد المملكتين. ودي كانت المحاولة الناجحة في توحيد مصر، وبدأ من هنا عصر الأسرات وتطور كبير في الحضارات المصرية القديمة. وإن شاء الله كل ده هنعرفه مع بعض في الحلقات الجاية اللي هنتكلم فيها عن تاريخ مصر. أتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقة، وطبعا ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم إشعار بالحلقات الجديدة.